عايزه اقول لكم على حاجه مش هتحبوها قوي. شريك حياتنا موجود في حياتنا عشان يعيد المأساة اللي احنا عشناها، اللي احنا احتياجاتنا العاطفيه ما تلبتش فينا. لكن ما تتخضوش قوي، احنا فرصتنا ان احنا نحقق مع شريك حياتنا اللي احنا ما حققوش، اللي ما تحققناش مع اهالينا. فانا قلت لكم ان احنا في الحلقه اللي فاتت دي، الحلقه نمره 4 اللي احنا بنتكلم فيها على الموضوع. احنا قلنا المره اللي فاتت في اخر الحلقه ان احتياجاتنا العاطفيه ما بنتكلمش فيها ولا داريانين بيها. النهارده انا هكلمكم ازاي بتتبني، وهي دي المأساة الاساسيه في العلاقه. فانا بقول لكم احنا بدينا حياتنا باننا عشنا من غير تلبيه احتياجاتنا العاطفيه. امي مشغوله بالعيال، فاذا كنت انا عايزه اترمي في حضنها وهي بتغسل وبتعمل وبترضع اخويا الصغير، ما هياش فاضيه انها تحضني، فانا بفضل ما اتحضنش او ابويا مش عارفه ايه. فكلنا عشنا ان احنا احتياجاتنا العاطفيه لم تلبى. ليه؟ لان احتياجات الاسره بتاعة المشروع اللي أنا كنت بكلمكم عليه من حلقة ولا حلقتين بقت أهم من احتياجاتي العاطفية. فأنا اتعلمت إن احتياجاتي العاطفية مش مهمة، فأنا رميتها في عقلي الباطن. عايزة أقول لكم حاجة بقى على عقل الباطن. أنا قلت لكم في حلقة من الحلقات إن العقل الباطن عامل 95%. شفتوا العقل الباطن ابتدى يبان إزاي؟ ان انا دلوقتي بتخانق مع جوزي وفي الاصل انا بدور على حاجه انا ولا دريانه بيها ولا عارفه اطلبها ازاي. انا بس عماله الومه، احكم عليه، اتضايق منه، احرمه من الحماميه، ما اخش السرير وضهري وجعاني، ابطل اخد بالي من نفسي، اقعد في اوضتي اتفرج على التلفزيون. لكن انا مش دريانه انا بعمل كده علشان في احتياج ليا، لا انا دريانه بس من حته انا متضايقه فيها منه. وهو نفس الحكايه. الضيقه دي جزء من هنقول عليها الحيل الدفاعيه، هنسميها كده، تبتدوا تتعلموا معايا شويه مصطلحات. الحيل الدفاعيه اللي احنا بنستعملها في العلاقه علشان نقدر نتعايش مع العلاقه، لكن احنا ما احناش دريانين في الحيل الدفاعيه دي ان احنا عندنا في عقلنا الباطن احتياجات عاطفيه متخزنه. وبالتالي احتياجاتنا العاطفيه دي جايه من ال7 سنين الاولانيين في حياتنا اللي بنوا شخصيتنا، اللي هنقول عليها برضو شخصيتنا الدفاعيه، اللي احنا اتعلمنا فيها ازاي نتعامل مع احباط احتياجاتنا العاطفيه. خليكم معايا، احنا واحنا صغيرين احتياجاتنا العاطفيه لم تلبى جزئيا. في حاجات احتياجات عاطفيه اتلبت، والا ما كناش بني ادمين اللي احنا ماشيين في الحياه دي. فانا بتكلم عن الحاجات الحميميه قوي، الحاجات اللي ليها دعوه بالاحاسيس اللي مخليانا موجوعين في الدنيا. مش حاسه ان انا متقدره، مش حاسه ان انا محترمه، مش حاسه ان انا بقوله متشاف، مش حاسه ان انا متشافه. الراجل والست كل واحد في مجالاته عندهم نفس الحكايه، كلنا بني ادمين. فده ما تلباش، فاحنا بنختار شريك برضه مش بيلبي. لو كل واحد خد باله هيلاقي فيه جزء من راجل ومراته، الراجل او مراته جزء من امه او ابوه. هي دي القنبله الحقيقيه. انا على فكره عايزه اعمل بس حلقه اتكلم فيها ازاي بنختار بوعي او من غير وعي الشريك بتاع حياتنا، بس ده مش قصتنا النهارده، عشان انا عايزه اركز في موضوع الاحتياج العاطفي، وان احنا اخترنا حد مش بيلبي احتياجنا واحنا مش دريانين وعمالين نعافر معاه، لاننا مش داريانين ان احنا بنعافر مع امي وابويا. فانا عامله اسقاط على العلاقه. انا قلت لكم كده في الحلقه اللي فاتت، عاملين اسقاط من توقعاتنا على العلاقه. ليه؟ عقلنا الباطن مخزن كل ده وعايزه، انا ما اتنازلتش عن اللي انا عايزه، لكن انا مش داريانه بيه لانه موجود في عقل الباطن. عقلي الباطن عنده كل الحيل اللي مخلياني اعيش حياتي الانفعاليه بالحيل الدفاعيه اللي موديه حياتي ورا الشمس. علاقاتي مع بناتي، علاقاتي مع ولادي، كل الانفعالات اللي انا بعملها دي كلها وراها مستخبي حاجات انا حاسه بيها سلبيه، انا مش متواصل معاها، موجوده من العقل الباطن. وكل اللي انا اتعلمت اعمله بطريقه اوتوماتيكيه ان انا دافع عن نفسي بطريقه مش موصلاني ان انا البي الاحتياج. هو بيعمل كده وانا بعمل كده،
والدفاعات عماله تتخانق مع بعضيها، والحيل الدفاعيه عماله تتخانق مع بعضيها، واحنا عمالين نبعد عن بعضينا من غير لما نبقى دريانين ان اللي ماشي مدير الاوركسترا عقل الباطن وعقله الباطن، هما عقله الباطن وعقل الباطن في جوه حاجه بتقول انا اخترت البني ادم اللي لن يلبي احتياجاتي العاطفيه. بحكمه ايه؟ بحكمه ان معاه عندي فرصه ان انا اصلح اللي ما انا خدتوش وانا صغير، بشرط ان انا اوعى ان ده بيحصل، وان انا ابتدي اخد مسؤوليه احتياجاتي بان انا ابتدي اوعى عليها. وهوعى عليها ازاي؟ هوعى عليها بان انا ابتدي اسال نفسي الاسئله اللي انا بسالها لكم، اللي انا بعملها احطها دي واقولها لكم واعيدها. وانا كذا مره جات لي ناس على وشك انها تتطلق في جروبات اللي انا بعملها، ناس لمجرد ان هم ياخدوا بالهم بس بان اللي عمال يتخانق مع البني ادم التاني حاجه هو ما كانش دريان ان هو مسقطها من غضبه من امه، وهي تاخد بالها ان اللي هي بترميه عليها حاجه هي طول عمرها بتطلبها يا من امها يا من ابوها وما تلبتش. في ناس عملوا كده اول لما شافوا ان هم قربوا يتطلقوا لمجرد ان هم خدوا بالهم من ده بس. فانا بديكوا السر الحقيقي للخلافات في العلاقات، ان كل واحد فينا يبتدي ياخد باله ان انفعالاته عبارة عن دفاعه عن حاجة بتحصل جواه، مش حاجة بيعملها التاني. التاني بيدوس على الزرار بتاع اللي جوايا، واللي جوايا بيوجعني وجعني وانا صغيرة ورميته في عقلي الباطن، وهو اللي عمال يتخانق واحنا عمالين نضيع بعض عشان مش قادرين نفهم الكلمتين اللي انا لسه قايلهم لكم دلوقتي. فلو انا استعملت الموقف اللي لسه حاصل باني اتساءل هو داس على انهي زرار جوايا والزرار ده بيوريني ايه مني، هتشوفوا ازاي الدنيا هتبتدي تمشي. وعايزه ارائكم، ولما تبتدوا تطبقوا الكلام ده تشيرونا وتكلمونا عنه في الشات اللي مفتوح تحت الفيديو. سلام.